ازيكم يا فنانين، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن العجوز. في فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موقع ميجا ديزاينز. موقع ميجا ديزاينز من المواقع العربيه الممتازه اللي هتفيدك جدا في مجال الليزر. لو انت تاجر خامات او مصمم او حد تحتاج تصميمات او صاحب مكنه او عامل على ماكينه، ايا كان الموضوع، طالما ليك دعوه بموضوع الليزر، موقع ميجا ديزاينز هيفيدك جدا ان شاء الله، وهيديك مميزات كتيره جدا هنتكلم عنها ان شاء الله في فيديو النهارده. فاعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش، واشترك في القناة لو انت مش مشترك، ويلا بينا. اهلا بكم من جديد. اول حاجة، موقع ميجا ديزاينز موقع عربي، فدي حاجة مميزة جدا، يعني ان يكون في موقع عربي شامل وفي تفاصيل كتيرة، او كمان ده لسه يعني ده هنتكلم عن حاجات اللي لسه هتضاف، خير اللهم بارك، حاجات كتير جدا. فخلينا في البداية دلوقتي، بما انه موقع عربي فده بيديك اوبشن انك تدور بالعربي. تمام. الموضوع ظريف، يعني انت مثلا ما مالكش في الانجليزي خالص او ما بتعرفش تتعامل على المواقع الاجنبيه، عايز مثلا طقم مكتب، اكتب مكتب، خلص الفيلم. عايز منظم، اكتب منظم، خلاص تمام، هتلاقي يجيب لك اي بقى منظم، سواء منظم مكياج، منظم مطبخ، منظم ريموت، مش عارف ايه الكلام ده كله. تمام. فدي تبقى حاجه كويسه لو حد على قده مثلا في قصه البحث على المواقع الاجنبيه او كده. فموقع ميجا ديزاينز بيقدم لك الموضوع ده في بحث عربي بسيط وميسر. تاني حاجة موجودة في الموقع وهو دليل ملاك الليزر، من الحاجات الممتازة جدا اللي هتفيدك. ليه بقى؟ لان الناس لما بتيجي تسيرش على حاجة، يعني انت مثلا دخلت على جوجل كتبت مثلا تصميمات ليزر، او كتبت فانوس ليزر مثلا، ايا كان، مش هيجيب لك صفحتك اللي على الفيس، لا، بيحاول الاول بيجيب الدومينز او المواقع او المنتديات مثلا، الكلام ده كله. تمام. فدي بتبقى بوينت كويسه ليك. ليه بقى؟ لان انت لما بتسجل ورشتك او بتسجل مصنعك او بتسجل انك تاجر خامات او الكلام ده كله، لو حد مستهلك عادي بيدور هيلاقي حاجتك، ممكن يتواصل معاك يقول لك انا عاوز مثلا كذا، عاوز كذا، الكلام ده كله. فدي حاجة كويسة. طب ايه المميز تاني فيها؟ المميز تاني ان هو لامم الموضوع، او يعني لسه هيلم الموضوع. تمام. لان حاليا الناس في فترة تسجيل تقدر انك تسجل، وهنشرح مع بعض ازاي تسجل، بس انا هتكلم الاول عن المميزات. بيفلتر لك الدنيا، يعني هيكون بعد كده ان شاء الله، يعني مثلا انا في القاهرة مثلا، تخش على القاهرة تلاقي الورش اللي المتاحة جنبك او المصانع المتاحة جنبك. في اسكندريه نفس الكلام، في الصعيد نفس الكلام، نفس الوضع. لو انت تاجر خامات، انا مثلا واحد لسه مبتدئ في مجال الليزر وعاوز مثلا حد يوفر لي مثلا خشب مثلا. تمام. عايز حد يوفر لي عادات اكريليك، ميداليات، حلقات، مش عارف الكلام ده كله. تقدر انت كتاجر خامات انك تضيف الكلام ده كله وتضيف المستلزمات اللي عندك. طب ازاي بنسجل في الدليل؟ عشان تسجل في الدليل الموضوع ابسط من البساطه. كل اللي عليك تعمله انك بتضغط على اضغط هنا، هتلاقيها فتحت معاك، بيقولك سجل بياناتك في دليل ملاك الليزر، بيديك شويه حاجات، شويه معلومات كده اهو، ويقول لك تشوف انت صاحب ورشه او مصنع ولا تاجر خامات، لان دي ليها فورم ودي ليها فورم تاني بنسجله. فانا مثلا صاحب ورشه او مصنع، بختار صاحب ورشه، بضغط على سجل من هنا. فوق بتلاقي البريد الالكتروني، ما تقلقش ما بيبقاش باين لحد. هنا بيقول لك اسم الورشه او المصنع، بتكتب الاسم وبتختار المحافظه وعنوانك بالتفصيل، ورقم موبايل، ورقم موبايل تاني لو موجود، وصفحه فيس، وبيانات بسيطه جدا. ما تقلقش، البيانات دي مش هتضرك في حاجه لو انتشرت، يعني ده كلها تسويق ليك في الاول في الاخر، فما فيش اي ضرر عليك. يعني في ناس بتخاف تقول لك لا انا هكتب بياناتي في موقع نص ما اعرفوش او مش عارف ايه. الموقع ليه اصحابه ومعروفين. تمام. وفي نفس الوقت دي حاجه مش هتضرك، بالعكس ان ما فادتكش مش هتضر، فلا داعي للقلق من هذا الموضوع. تالت حاجه، جروب التليجرام الخاص بالموقع. جروب التليجرام بينزل عليه الشغل بصفة مستمرة، يعني اللي بينزل على الموقع بينزل على جروب التليجرام، فتقدر انك تتابع اللي بينزل على الموقع عن طريق التليجرام لو الموضوع هيكون اسهل بالنسبة لك. فدي برضو اضافة كويسة لو انت مالكش في جو المواقع وما بتحبش تخش على المواقع كتير. رابع حاجة معانا هو امكانية انك تطلب تصميم. انت ممكن تطلب تصميم مدفوع، يعني مثلا في تصميم قالب دماغك وعمال تدور عليه في كل حتة ومش لاقيه. تمام. تقدر انك تتواصل مع الموقع وبيوفر لك التصميم اللي انت محتاجه بسعر يكون
مناسب بمشيئة الله. اخر حاجة هتكلم فيها النهاردة وهي طريقة التحميل. طريقة التحميل بسيطة جدا، كل اللي عليك تعمله يا سيدي انك بتختار التصميم اللي انت محتاجه، بعد كده بتنزل شوية لتحت هتلاقي داونلود فايل او للتحميل، اضغط هنا، بتضغط عليها بيحول معاك على طول لموقع ميجا. موقع ميجا ده موقع ملهوش علاقة خالص بموقع ميجا داونلودز، هو ده موقع ابلودنج اصلا، تقدر ترفع عليه الملفات. تمام، فالموقع ده مضمون جدا وموقع كويس جدا. بعد كده بتضغط على داونلود ويبدا يحمل معاك الملف بالطريقه دي. الموضوع ابسط من بساطه، والف مبروك كده الفايل بتاعك اتحمل. بس كده، ما عادش في حاجه تاني. تمام، ده كده كان التحميل من الموقع. الموقع ملهوش اي اختصار للروابط او في اي نوع من انواع المواقع اللي هي اللي بتقرفك في التحميل او ممكن تخليك تحمل حاجه غير الحاجه اللي انت عاوزها وتدخلك في مشاكل كتير. تمام، موقع ميجا زي ما قلت ان هو موقع بسيط خالص في التحميل منه، وموقع ممتاز والحاجه بتفضل موجوده عليه اكبر وقت ممكن. ده كده كان بالنسبه للتحميل من الموقع. التعامل بقى مع واجهته او ايه الجديد اللي هيتضاف في الموقع. انت لو جيت فوق هتلاقي ان الموقع متقسم رئيسيه وعلب متعدده الاغراض وهدايا ومش عارف ايه والكلام ده كله، تقسيمات الموقع. هتضاف بقى حاجات جديده. هيتضاف ايه؟ هيتضاف انك لو مصمم، تمام، تقدر انك تنزل زي شغلك او مش صور من شغلك، والناس تقدر تخش تشوف الصور بتاعتك وتشوف الحاجة بتاعتك، والناس تقدر تتكلمك كمصمم بحيث لو احتاج تصميم او غيره. دي حاجة. الحاجة التانية انه هيضاف برضو شغل الورش او شغل الناس اللي هي اللي عاوزة تسوق شغلها والكلام ده كله ان شاء الله. يعني هو الموقع مش عايز يقتصر انه يكون موقع تصميمات لا اكثر ولا اقل، لا ده هو بيحاول يبقى كوميونيتي كامل، او يعني زي حاجة لما كل الناس اللي شغالة في المجال. اسأل الله تسهيل ويكون الموقع حاجة كده ممتازة، حاجة عربية كده تفرقع الدنيا كده، عايزين حاجة تخرب الدنيا. فعلشان كده لازم الدعم للموقع، ويفضل تخلي الموقع في العلامات او البوك مارك. لو تستخدم مثلا متصفح على طول او بصفه مستمره، خليه فوق، خليه عندي له نجمه كده اهو جميله، بحيث انك تقدر تتابع الموقع بصفه مستمره وما يتوهش منك. بس كده، ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده. لو الفيديو عجبك ما تنساش تحط لايك، تشترك في القناه لو انت مش مشترك. كان معاكم مازن عجوز، وسلام.